هي دي بقى الوصفة اللي خلت كل بتوع العربيات الكبدة والسجق يجروا ورايا. ايوه يجروا ورايا. عارفين ليه؟ عشان انا عرفت سرهم. عرفت سرهم وفتشته وقلته. مش كده وبس، ده انا هقول لكم على كل تكاتهم وتفاصيلهم. يلا بقى على طول سموا بالله وصلوا على الرسول. ويلا في الاول كده هنجيب الطاسة بتاعتنا ونحط بقى فيها ايه، معلقتين زيت حلوين كده زي ما انتوا شايفين، او وحشين براحتكم. سيبوها بقى لحد ما تسخن تسخن. بعد كده هتنزلوا بقى ببصلايه، قطعوها كده صوابع بالشكل ده. وكل ما ترققي البصل يبقى احسن، بس انا ايدي كانت وجعاني ما قدرتش ارققه اكتر من كده. انا جبت لكم التفاصيل زي ما قلت لكم، وكمان جبت لكم تطبيق حلو قوي 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 هسيبه لكم تحت في الكومنتات. هتحملوا منه كل الوصفات اللي انتوا بتشوفوها على النت الترند، وبدون ما تولعوا نت. يعني هتحملوه اول مره وبعد كده هيبقى معاكم على طول. هسيبه لكم تحت في اول تعليق. تمام تمام. بعد كده بقى البصلة كده يا دوبك دبلت، شايفين؟ ودخلت ايه في اللون الذهبي الخفيف، يعني بالشكل ده. بعد كده على طول بقى هنجيب السجق بتاعنا بالشكل ده. هننزل بقى بالسجق زي ما انتوا شايفين. انا ما قطعتوش، انا سبته كده صوابع علشان لما بتيجي تقطعيه بيروح بقى مفكوك من قلب بعضه. فانا قلت اسيبه زي ما هو كده. وكمان بيبقى في السندوتشات حلو قوي لما بيكون صحيح كده. قلبته بقى كده بالراحة علشان ما يفكش مني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت بقى تقولوا لي بتحبوا العرض الصوتي ولا الصامت، وكمان من اي بلد بتشوفوني. قلبيه بقى كده بالراحه زي ما انتي شايفه كده. عايزه اقولك ان الطريقه دي بجد حلوه وسهله، وكمان طعمها في حته تانية خالص. اول بقى ما قلبت السجق كده اديت له بقى رشه صغيره من الفلفل الاسود، لان طبعا السجق بيبقى مبهر. واديت له شويه من الكزبره، وشويه من البابريكا، وشويه من البهارات المشكله، وشويه من الملح. كل ده حاجات بسيطه جدا لان هو بيبقى مبهر. بعد كده كمان نزلت بقرن فلفل اخضر، وكمان بقى لو في شطه فلفل حامي شطه حطي قرن، بجد بيخليه في حته تانية خالص. وقلبي بقى كويس قوي زي ما انتي شايفه كده. بصوا بقى بينزل كمان الدهون بتاعته، عشان كده احنا ما كترناش زيت ايه في الاول، عشان السجق بيبقى مليان دهون. طبعا بقى ايه الاكله دي اقتصاديه في الوقت وفي كمان في التحضير، يعني مش هتاخد منك وقت، وكمان يعني سهله وبسيطه. معلقه بقى كبيره من الصلصه كده، وانزلي بقى بيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم التركات دي مهمه، بتخلي الطعم في حته تانية خالص. بصوا كده بقى كان خلاص بيبقبق واستوى. ونزل بقى السمنه، الدهون اللي فيه كتير تقدري بقى تشيليه من السمنه دي وتحطيه بقى في طاجن وتدخليه تحت الشوايه كده يتكتك مع نفسه، بيبقى طعمه حكايه. بس كده. اذا لقيتوها بقى الطريقه حلوه ما تنسوش اللايك والشير، وباي باي.